واخيرا حققت شروط يوتيوب، وان شاء الله هشترك في شركاء يوتيوب علشان احقق ارباح من القناه. ولكن واجهتني مشكله كبيره. انا لما جيت افتح جوجل ادسنس لقيت اني عامل حساب اصلا في جوجل ادسنس، ومش حساب واحد، لا ده انا عامل كذا حساب من كذا جيميل. في الفيديو ده اقول لكم ازاي نبدا الطريقه صح في جوجل ادسنس علشان ما تجيلكش مشاكل في القناه بعدين. فقهوتك الجميله ويلا بينا نبدا الدرس. دلوقتي احنا هنفتح يوتيوب عادي، وبعدين هنيجي عند هنا الصوره بتاعتك على يوتيوب وندوس على جوجل، حساب جوجل، وبنيجي عند الدفعات والاشتراكات، وبنيجي عند إدارة طريقة الدفع أو إدارة طرق الدفع. فهنا الاشتراكات والخدمات، هنا الحاجات النشطة مفيش حاجة نشطة. الملغاة هنا ده جوجل ادسنس، ده الخاص بالقناة، كان يعني الحساب اللي مربوط بالقناة هو كان معمول عليه جوجل ادسنس، وده مش صح. المفروض عشان تعمل حساب ادسنس وتربط بيه قناتك مش لازم يكون نفس الحساب اللي بتاع القناة، لسبب علشان الحساب ده لو حصلت فيه مشكلة هتضطر قناتك برضه هتتعلق من الأرباح. فأنت اعمل حساب تاني خالص بعيد عن حساب القناة، علشان لما تحصل مشكلة في جوجل أدسنس ما تأثرش على قناتك، وقناتك تكون مستمرة في الأرباح وتقدر تربطها بحساب أدسنس لما تظبط الحساب بتاعك. طيب ده لو حصلت فيه مشكلة يعني. طيب فاحنا الحساب بتاعنا هنعمل فيه ايه؟ احنا اوريدي كنا عاملين حساب في جوجل ادسنس، ولكن انا مش عايز اعمل نفس الحساب ده او نفس الحساب بتاع القناة اعمل له جوجل ادسنس. انا عايز الغي الحساب ده. هاجي عند الاعدادات بقى هنا وانزل تحت خالص، ونيجي عند اغلاق الملف الشخصي. انا كده هغلق الملف الشخصي بتاع ادسنس، وانا بيقول لي ادخل كلمة المرور، وكده دخلنا كلمة المرور. وبعدين بيقول لي ما سبب اغلاق الدفع. هقول له لا أريد ذكر السبب، وأدوس متابعة. هندوس إغلاق الملف الشخصي للدفع، وكده احنا يعتبر قفلنا الملف الشخصي للدفع. تمام. طيب نيجي نفتح أدسنس. هنا برضو ما اتقفلش، يعني هنا برضو ما اتقفلش، أنا قفلته من الطريقة دي. طب نشوف طريقة تاني. بعدين نيجي عند الدفعات، وبعدين نيجي عند الحساب، الإعدادات، هنا معلومات الحساب. هنا حالة الحساب مفتوح، فأنا هعمل إغلاق الحساب، إغلاق حساب أدسنس. تمام. هنا الحصول على المستحقات، في إغلاق حسابك يجب الوصول لحد الدفع حتى تصلك دفعات النهائية. طيب أنا كده كده ما عنديش يعتبر. طيب فأنا هدوس على هنا دي صح إن أنا اخترت الحساب، وبعدين هنا أدسنس من أجل يوتيوب، يعني إغلاق هذا الحساب إنك ستتوقف عن تحقيق الأرباح من قناتك على يوتيوب. تمام. كده كده انا اصلا مش رابطه في القناة، فانا هغلق حساباتي. تمام. شكرا على استخدامك ادسنس في منصة يوتيوب، تم اغلاق حسابك بنجاح. طيب هاجي انا بقى اشغل ادسنس كده اشوفه. تمام كده تم اغلاق حسابك على ادسنس. طيب انا كده هنا بيقول لي ممكن اعادة تفعيل، انا مش هعمل اعادة تفعيل ولا اي حاجة. تمام. فانا هنتظر ان الحساب يتقفل، ممكن ياخد ويز رينج 30 يوم. تمام. بعد ما ياخد 30 يوم اقدر اعمل حساب تاني بالمعلومات اللي كانت موجودة. تمام. يكون حساب غير اللي مرتبط بالقناة، علشان لو حصل فيه مشكلة ما يأثرش على القناة. تمام. وانا يعني بالرغم من اني حققت الارباح، يعني انا هخش دلوقتي على استوديو يوتيوب عندي، بالرغم من اني حققت ارباح الا اني مش مستعجل يعني اهو تحقيق الربح. تمام. انا اقدر دلوقتي اقدم على تقديم الطلب، وانا مش حابب اقدم دلوقتي عشان انا مش حابب اخلي القناة فيها مشكلة بعدين. فخليك صابر شوية. تمام. لو انت حققت ارباح وفي مشاكل في جوجل ادسنس لازم تحل المشاكل بتاعت جوجل ادسنس. طيب وتعمل تشيك برضو على لو كان في كل الجيميلات بتاعتك تفتح جوجل ادسنس بيها. يعني مثلا دلوقتي انا هكتب ادسنس
جوجل ادسنس. تمام. ده الحساب ده خلاص مش تبعنا، ده خلاص هخش بالجيميل ده، احنا كنا قفلناه اهو. تمام. هنخش على الحساب التاني، بيقول لي هنا ما من حساب على ادسنس. تمام. طيب الجيميل التالت، ما من حساب على ادسنس. تمام. الجيميل الرابع، ما من حساب على ادسنس. تمام. خلاص انا كده مفيش حسابات على ادسنس من الجيميلات التانية، وخلاص كده انا هنتظر شوية عقبال الحساب ما يتقفل. عقبال ما يتقفل اقدر اعمل جيميل جديد، واخلي الجوجل ادسنس ده مرتبط بالقناة عشان ما يحصلش مشاكل زي ما قلت لكم. ودي خطوة مهمة جدا، ولو انت صانع محتوى خليك مركز في الخطوة دي، وما تستعجلش وما تسرعش. وده كان نصيحة مني بس، وإن شاء الله أكون وصلت لكم المعلومة. وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.